اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مساء الخير، يا صباح الخير عليكم وين بتكونون. إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن الأحوال. شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا أريد أبلش بأعمال اليومي، ومن بعدها شفت الجو يخبل صراحة. ذن الأيام الجو يخدع، يعني تحسوه يعني أجواء الإنفلونزا وهيك بداية الشتاء القوية. تمام. فدير بالكم من عدها. بس وشنو يخبل يعني مبطن. انا اقول هذا اقول على هذا الجو مبطن، يعني ضامننا انفلونزا. فصوتي شوية اني تعبان هالايام بسبب انه دائما يوميا اسوي ايس كوفي يوميا واخلي عليه ثلج، وهذا الشي غلط. امس واليوم صوتي شوية تعبان، اتوقع مبين. فاليوم قالبه على الايس كوفي دافي، يعني لازم لحد ما يعني الشي لحد ما اتأذى من عنده اني الا اعوفه. تصدقون؟ جديات. فقلت خلي أبي أسوي حملة تنظيف على البيت، لأن صار الأسبوع ما منظفته. أنا كل أسبوع أسوي له غسلة، وكل أسبوع أسوي له غسلة وتنظيفه للتخم وترتيبه، يعني على هيجي، على شو نقول عليها احنا هنا عندنا الماشي عنه، على سن ورمح. حتى شنو يبقى كل الأسبوع هو نظيف ومرتب، هيك بمجرد رتوشات ترتيبات وهكذا. نظفت التخم، ومن بعدها نظفت الكراسي مال ميز الطعام، وبلشت أشيل الزولية أطلعها على مود أغسلها. بس أول شي أخلص البيت تماما، من بعدها أغسل، أطلع لي لبرا همين أصفي، من بعدها دور أبلش بتحضير الغداء وهكذا. حتى هيك وحدة وحدة، حتى يكون واحد يعرف شنو يعني وحدة تكون خالصة تماما ويبلش بالثانية. دائما لا تخلبصون هيك وهاي وهاي، وحدة وحدة سوي الأشغال البيت. عادي تبقى نص الأشغال اللي باكر، يعني مو شرط اللي لازم الواحد يخلص أشغال البيت بيوم واحد. يعني أنا هسه لو ما قاعدة من الصبح، لو ما لحقت كان نظفت البيت وعفت الزولية لي باكر، بس أنا الحمد لله قاعدة من وقت، فعندي وقت بقى. قلت خلي أغسلها وأخلص من عندها وهكذا. وطين أحكي لكم يا بنات عن الخلطة اللي سويتها للتخم. الصراحة أنا أبدا ما أستغنى عنها، لأن تنظف التخم بشكل يعني يجنن. وكل أسبوع أنا أنظف بيها، اللي هي مي وشوية زاهي، يعني تقريبا ربع كوب زاهي، ربع كوب قاصر، وربع كوب معطر مال جو. هذا معطر مال أرضيات، أنا أستخدم نوعية اسمها لميس، يجنن همينة. فشوفي، من وصلة نظيفة، ضروري وصلة نظيفة تكون انت هاي الوصلة اللي تنظفين بيها التخم تخليها خاصة للتخم. من تخلصين تنظيف تخمك تعصريها وتشريها وتخليها بالمجار، تخليها اي مكان يعني انت خاص لك تخلين بيه قطع التنظيف. من تنظفين التخم وتشوفين اكو شلون يعني شو اسمه، صار عندك رغوة على التخم، يعني شلون الزاهي، بس انت ماكو من تعصري من تخلين قطعة القماش بيه وعصريها. بس من تمسحين تصير شلون اللي قلت لك الرغوة. عادي مو مشكلة، لا تغسلينها بعد بمي، خليه على حطيته. مرة من المرات شفت على التواصل الاجتماعي، يعني هو خاص بالعمل مال التخومة، قال دائما نظفوا التخم بزيت شنو، شوف السحقة ايش كبرها، بزاهي، وخلي وياه مثلا معطر. بس من تنظفونه بوصلة تكون خاصة إليه وتشوفون اكو رغوة، عادي عفوا برغوته، بس تكون الوصلة محصورة. تمام؟ عرفتوني يعني، فهمتوني هسه؟ يعني انا هسه من مسحته بينت عندي، من امسح وامسح هيك يعني انظف بيه ارجع للمكان اكثر من مرة، بينت عندي شلون الرغوة، فعادي عفتها، ما يعني رجعت عليها مي ولازم اصفيها واوخر الرغوة، لا عادي. خليت همينة مي وخليت عليه زاهي ورشيته بالبيت، ومن بعدها بالماسحة فركته، والنوبة نشفته، ذبيت عليه مي همينة ونشفته، خليته شوية يعني أنا أنشف والمروحة تشتغل على مود ينشف عندي، وأمسحه وأطلع فد مرة لهناك. المغسلة شفتوا حالتها يرثى لها، مشي جابوها من مال دراجاتهم وغسلوها الصبح بيها. فالصراحة يعني عافوا المغسل الخارجي اجوا لهنا غسلوها. والله شنو هي مهزاهي، تشدي بالله. انا ما ادري بيهم، انشغلت ويا الاطفال، فهم لقيتهم اصلي قلت لهم ليش يعني مو عندنا مغسله خارجيه، شو اسوي لكم هسه؟ مو ما اشوف انهم يستغلون الفرصه. طبعا ابونا ما يدخل البيت وينظف شو اسمه سيارته، لا. هم يعني ذولا اهل الدراجات اللي عندي شلعوا قلبي النفرين. بلشت ارتب البيت وخلصت والحمد لله والشكر. طبعا اكو بنيه
كل ما انزل فيديو تقلي المغسلة مكانها غلط الغوها. شوفوا بنات، كل بناء كل واحد باني لازم تطلع عنده شو اسمه، لازم تطلع عنده شي غلط. ماكو بناء اليوم متكامل، لازم اكو فد شي اللي يطلع عنده، يعني ما احكي لك. فاحنا بالوقت البناء، لا ابو البناء شوي ابو الماي شويه ذكي وقال هاي واجهه مال القاعده، يعني شلون اني اجيب مغسله احطها هنا؟ ولا احنا انتبهنا، وما انتبهنا لورا سنه ونص مدري سنتين من البناء. تخيلوا هذا الوقت كله الا انتبهنا مكان المغسله غلط، والله العظيم. تخيلوا. أنا عندي أطفال صغيرونين، يعني يفرشون عليها. النوبة هناك النفرات شو اسمه، يشسورون شعرهم عليها. داخل الباب مالتها السبرة والدهن مالت الشعر والعطر مالتهم والمعجون، هو سوالفهم يعني. كومدينة جوانية أنا مرتبتها، خلي بيها تايت، خلي بيها زاهي، خلي بيها قاصر، خلي بيها معطر، خلي بيها خوليات. تمام. هاي الكومدية الجوانية فأنا متعودة عليها، يعني كلش فايدتني يا بنات. فإن شاء الله إلى الله سهل، إلى الله سهل لو أغيرها مكانها ما أقدر أغيرها، لأن شو اسمه البواري مال الصرف وانت بكرامة يعني ثابت مكانها. شلون يعني؟ إلا أفلش الكاشي وأنا ما أقدر الصراحة ما نفلشه. فإن شاء الله نغير المغسلة لشي حلو ومرتب، يعني بحيث إن هي تبرز جمالية، يعني صح مكانها غلط بس تكون أحلى، ضيف يعني لمسة حلوة. تمام. إن شاء الله إلى الله سهل. خلصت ترتيب وتنظيف وما أحكي لكم. اعذروني يا بنات لأن صوتي شوية تعبان. راح أطلع لي برا، وطبعا طلعت حتى المكنسة الكهربائية أغسلها وياي، هي والزولي والدواسات. ما أحكي لكم عن الشعور الداخلي من تخلصين تنظيف وبيتك يكون ريحته تفحفح، والقرآن ما أحكي لك بيه يرد الروح. فهذا الشعور يجنن. هنا حتى البيبان غسلتها، طلعت الزولية رششتها مي، طبعا هنا قعدت لأن الصراحة كلش تعبت. من بعدها بلشت أجلف بهاي بنات التشيس مال كلش مريح بالجلف، التشيس اللي يجي بيه بطيخ، يعني تشيس البطيخ جديات والله. يخلي الرائب من ترشين زاهي الزولية وتجيبيه هيك تجلفين بيه كلش مريح يعني بالمسكة، وبنفس الوقت جلفه يجنن. الصراحة كانت أنا عندي فرشة، بس صديقتي قالت بشرى جلف الزوالي بالكيس مال البطيخ يجنن. هم عندكم هيك صديقة تافهة؟ بالكيس مال البطيخ يجنن، همين يسوي رغوة ومريح بالمسكة، وبنفس الوقت يعني ما حكيت على الجلفة، صدق جربته صدق مريح وصدق يوغوف، يعني ما ظلين كل شوية ذاب العفو زاهي نفس الشي لبالي غلطت. وهنا أنا غسلت الزولية والحمد لله والشكر وصفيتها، ومن بعدها همين المكنسة الكهربائية غسلتها، وغسلت الفلتر مالتها، بس الماطور شلته ضميته. قلت هسه يذب عليه ماي هذا الفصعون، طبعا ما خليته يعني وياي بالتنظيف لأن أخاف عليه شو اسمه يسخن أو شي. فصرت بس وحد، بس شنو تعبني كل ساعة لنا داخل، وأنا كل ساعة أطردنا أقول له لا تجي هسه تسخن هسه تسخن، وظل يسولف علي. موقفته بباب المطبخ. خلصت والحمد لله. وهنا اجيت اسوي لهم تشريب. الصراحة اليوم التشريب مسويته على حسابي، تخيلوا والله استاهل لان صوتي تعبان، وقلت لازم اسوي تشريب. قلت لهم اليوم راح اسوي تشريب، قالوا سوي تشريب سوي شوربة اللي يعجبك. فانا قلت اسوي تشريب. حمست زيت وخليت عليه شوية ملح حتى من احط الدجاج ما يلزق. ومن بعدها ضفت البصل خليته ياخذ له شوية حمسة وياه مو هواية. ضفت البهارات، اي نوعية بهارات عندك مو مشكلة. هنا ضفت عدس، جيت اضيف حمص، انا عندي حمص سالكته خليته جوا ايدي، بس قلت اليوم خلنا نضيف عدس. حمستهم همين شوية العدس ويا الدجاج ويا البهارات، ضفت لهم المي وقبقيتهم. هناك راح اسوي تمن، هناك عقلاصين تمن. حمست كوب شعرية، ومن بعدها صفيت التمن عن المي على مود احمسنه حتى يتغلف بالزيت عندي وما يعني ما يعقدش. تمام، يكون مستوي بس شنو ما ملزق. فحطيته حمسة سوية، ومن بعدها راح اضيف له المي اضيفه اني. شوفوا سويت قلاصين تمن يعني نقعت، وراح اضيف عليهم قلاصين ونص مي هيك، يعني هم يحبونه مستوي زيادة.
فطبخته وخليته يتهدر، ومن بعدها سويت هاي الحبشكلات. وسلامكم العافية، حبيت أشارككم روتيني. مع ألف سلامة يا أحلى ناس، ربي يسعدكم وينطيكم على قد ما تردون، تصبحون على ألف خير أو تمسون على ألف خير.